جمهور السياسة شعبنا الإفريقي عسى مرحبا بكم. مسلسل العار في منظومة العار يتواصل، ومرة أخرى يحبوا يمسحوا في واحد يتبع للنادي الإفريقي. البارح أكيد برشا منكم تابعوا تصريحات المدعو السحبي بكار، والحكاية اللي جايبها قال لك راهو إرفي رونار ما حبش يجي لتونس على خاطر في رشاوات. يعني إرفي رونار من العار الكل ما شاف كان في رشاوات حاسيل، وراو ما عندناش حراس مرمى، الكلها طلعت فهمتني شكارة والبحر، والمكتب الجامعي راهو مسكين خاطيه. هذا وش حب يقول فيه الاخر؟ هذا هو سي صاحب بكار بالمسرحية اللي عملها شنو حب يوصل المكتب الجامعي والمسؤولين؟ سي حسين الجنايح هذيك خطير، معز الناصر هذيك مسكين راهو خطير يختم الروح الجوارات هو راه. يعني بلغة أخرى حبوا يمسحوا السكينة في اللاعبين والمكتب الجامعي خاطيه. وهذا ما هوش غريب على السحبي بكار. بطبيعة الحال تتذكروا عام ناول وقت اللي قال فهمتني علاش لا تعطونا حقوق البث ونحن رانا في خدمتكم يا مكتب جامعي، نحن ومعز بن غربي. وتتذكروا معز بن غربي كيفاش هاج وماج على السحبي بكار، كيفاش معناها نبيعوا مبادئنا المهنية من أجل حقوق البث فهمتني. وخلى الصحبي بكار في كوان، وخلانا نفهموا أنه صاحبي بكار بالحق لا ينتمي للصحافة وللإعلام الرياضي. اللي أغرب من هذا اللي عجبني أنا في تصريحات إرفي رونار اللي حكاها للمسؤول الجامعي، أنه إرفي رونار يحلف ويتكتف، يحلف ويتكتف والله والحمد لله. يعني بلغة أخرى إرفي رونار عايش معنا عنده سنوات ويحكي بالعقلية التونسية. إرفي رونار ماهوش المدرب الكبير المحترف اللي يعطي تقرير بيان ديترميني مفصل ومعمق فيه كل التفاصيل والجزئيات الفنية، لا يحلل بحديث القهوة. ما عندكمش جارديانات، قلب الهجوم بتاعكم ما يعرفش يعمل كنترول. تخيلوا معنا إيرفي رونار يحكي بالمنطق هذا، قسم بالله هزولت. والله عملتوا العار على العار اللي هو متسمي عليكم يا أهل العار. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إرفي رونار يقيم هكا بمنطق القهوة؟ ما عندكمش حراس مرمى، قلب هجوم ما يعرفش يعمل كنترول، وهذاك علاش هو ما جاش. يا سيدي فراس شواط ما يصلحش، ما يعرفش يعمل كنترول، نحيه شوف غيره. هاو فما عمر بن علي، هاو فما ريان اللومي في فانكوفر فهمتي ومتكون تكوين صحيح وغيره. ونتمنوا له بطبيعة الحال لاعب شاب، ونتمنوا له مستقبل زاهر وان شاء الله ينورنا في هاو فما لاعبين شبان اخرين. حراس المرمى فما حارس روما سين بوعسكر اجا وراهن عليه وعطيه الفرصة، رجع علي بومنيجل يشد، تو يضرب عليه خالد شوشان فهمتني كلمتين باهين في علي بومنيجل، تو يرجع هو جارديان. شنو شنو السخافات هذه معناها للدرجة وصلتوا؟ معناها فضيحة مونديالية، فضيحة عالمية. معناها كنت شوية كنا نتفرجوا في مصر شنو عاملة مع الأرجنتين وكيفاش تسرقت عيني عينك، والمصريين متغشين، المغاربة فهمت نشوفوا نوصلوا، ونحنا بالعين أكبر رقم 47 رانا في المونديال، رقم 47 في المونديال، وباقي فما أشباه لهم بعد يجي تبجحلك بالوطنية، ونحن ما نستحقوا حتى حد يعطينا الدروس. ومن بعد تحبوا تلوجوا منين؟ مش تتذكروا مرة قلت لكم راهو المشروع الرياضي راهو حاجة كبيرة برشا وأكبر من منا ومن مسؤولينا، لأنه في جزء منها المشروع الرياضي راهو ضروري أنه يكون فما إعلام رياضي نزيه. هل أنه عندنا إعلام رياضي نزيه اللي نشوف فيه في الراديوات والتلفز؟ هل أنه إعلام رياضي؟ اليوم السحبي بكار هو فهمتني بطبيعته عامل العار من قبل، زاد المس العار،
وفما فرضيتين لا ثالث لهما. اما الصحفي بكار الف الحكايه باش يدافع عن المكتب الجامعي، طبعا هذا داخل في سياسه الدحنيس والتملق والتقرب من الجامعه، وهذا ما نستغربوش من كائن كيما هذاك. وديجا هو اقترحها عام نول، مانيش انا اللي نتبلى عليه، هو اللي اقترح وعارض خدماته على الجامعه. او الثانيه انه بالفعل فما عضو جامعي لقن الصحفي بكار هو شنية تحكي، خاصة وأنه نهار الاثنين البارح صار اجتماع أعضاء المكتب الجامعي بحضور رؤساء الأندية، وسامحوني في الكلمة البيوعة، فهمتني، وبحضور العربي سناقرية، وصارت مجموعة من الإملاءات. هاو شنية تحكيها في الميديا، هاو باش نعطوكم الفلوس الأندية نتاع الرابطة الأولى والرابطة الثانية، وراهي فلوس الفيفا وصلت، ورابط الهواة 1 و2. معناها واضح العملية جاية في إطار مخطط كامل. دونك السيد اللي طلب الجمعة اللي فات باش يكذب علينا باقي في نفس بلاتو صاحبي بكار، وقت اللي سي فوز الصغير قالنا راهو حسين جناح هو اللي صرف على المنتخب في تربص برقة ونمسا، والمنتخب ما عنده حتى مليم، والجامعة ما عندها حتى مليم وغيره. وقت اللي هي كذبة تعيط، لأنه الاتحاد الدولي لكرة القدم صب لكل المنتخبات 1.5 مليون دولار بعنوان التحضيرات للمونديال. 4 مليارات ونص صبت للتحضيرات للمونديال. يطلع لنا واحد من بلاتو الصحبي زكار يقول لنا راهو حسين جناح هو، لا معناها الكذب ولا عيني عينك، كأن نحن بهايم ما نفهموش حاشاكم، وهم يسربوا باش يحبوا يسربونا. عاد البارح وش نعملوا؟ اي برا نمسحوها في الجارديانات الثلاثة باش ما يتغش حتى حد، وبما انه الجارديانات قبلوا برشا اهداف، فهمتني، الناس كل باش تقبلها. اما برا نزيدوا نعملوا ضربة نقسموا بها الشارع الرياضي في تونس، قلب هجوم انتم في تونس تعتبروه نجم. في موجولة في راس شواط وانت على دينك يا جبان. وبطبيعة الحال الجمهور الاخرين والله كلام ارفي رونار صحيح، بابا ارفي رونار يحلل كيما هكا يلي وش باش يقول فمي، والله كلام ارفي رونار صحيح. تقييم فراس شواط مهاجم هو؟ يا سيدي ما هوش مهاجم، هذا ما هوش مهاجم. عملنا ولا لعبنا لكم في ماتشات ما نجمتوش تماركوا لنا حتى بونت، تحبوا على نتقسموا، نحن مقسومين بطبيعتنا. اما ما يسالش في بالنا انا باش نتوحدوا على ملف المنتخب. اما كي نلقى الحمله هذيك الزاد على فراس شواط، نفهم اللي انتم نزلتم تبكون بكاء شديدا من دربي الزعلوني 105. هاي ما يسالش، خلينا نكملوا نتقسموا. معناه ولا صاحبي بكار عندكم مرجع؟ حسيلو والله تعملوش 100,000 مسرحية. الحمد لله الكلوب عندها جمهورها وتعرف تحمي أولادها من الخمج متاعكم والعفن متاعكم. وسامحوني جمهور الكلوب العزيز الغالي، تعرفوني ما نتغش كان تبدأ حاجة من النوع هذا. جمهور الكلوب باش يحمي جواراته وباش يبقى ديما يدافع على أولاده مهما كانت، فهمتني. هذه حاجة ما نعرفوها الناس كل، ما نعطوش بعضنا، نتعاركوا في بعضنا ونختلفوا في بعضنا ونتخاصموا في بعضنا وناكلوا بعضنا. أما مع الخصوم رانا ما نعطوش بعضنا. نقطة وارجع للستار. دونك المسرحية الهزلية فهمتني اللي عملها سي صاحب بكار هذه ماهيش غريبة لي، وتنضاف للسجل الطويل من العار اللي هو عامله في الإعلام. مكتب الفشل بعد 100 سنة باش يتحكي عليه انه في مونديال 2026 مشى معز الناصر وحسين الجنايح عملوا العار في امريكا ووسخوا صورة تونس، ولا واكثر من هذا برعاية الوزارة، برعاية الوزير اللي باقي مساندهم وعطيهم الثقة. لو قال لك راهو في الاجتماع مع سي معز الناصري قال لهم
نحملكم المسؤولية ولا مزيد من الخيبات بعد الآن، ما هوش مسموح لكم بخير. خروا فيها يعني. مش قلت لكم مرة في حلقة لما حلف القناة الأخرى أنه هذا منتخب الاستهتار؟ وزير مستهتر بمصلحة تونس، جامعة مستهترة بمصلحة تونس، مدرب وقتها مستهتر بمصلحة تونس. النتيجة هذه. يا مسؤولين العار، يا إعلام العار، راكم والله العظيم الريحة متاعكم قسم بالله أصبحت لا تطاق، وباقي تمدوا في وجوهكم تتكلموا. وبالنسبة للجماعة الآخرين نقول لكم دمتم درعا واقيا للسحب زكار وللعربي سنيقرية. نتقابلوا في فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.